لو انت حامل وخايفة تاكلي تمر، تسألي نفسك هل فعلا التمر بيسبب الإجهاض ويساعد على الولادة؟ في الفيديو اللي جاي هكلمك عن التمر وتأثيره عليك وعن حملك وهل ليه ضرر ولا لا. خليكي معايا، أنا دكتور أحمد بدر الدين. لأن في حملك في أيام بتكوني فيها نشيطة وقادرة تعملي نشاطاتك اليومية، وأيام تانية بتبقى أيام مشبرة مش باين لها أي ملامح، أو لو كلها بقت مشبرة، وده تأثير طبيعي للحمل عليك. عشان كده أنت محتاجة للعناصر الغذائية والفيتامينات في حملك، واللي بتساعدك إنك تبقي أحسن جسديا وعقليا. لو اتكلمنا عن التمر، هتلاقيه بيديك السكر اللي أنت محتاجاه، واللي بيكون من مصدر طبيعي، واللي بيساعد في حملك وإنك تتغلبي على أي تعب وإرهاق بتاع الحمل. هو بديل صحي وممتاز للحلويات المصنعة. الموضوع مش متعلق بالسكريات بس، الموضوع كمان ليه جانب تاني، إن كل الحوامل بتشتكي من إمساك طول الحمل. أكيد أنت اشتكيتي من الموضوع ده. فالتمر مصدر كويس وغني بالألياف، بالتالي علاج طبيعي للإمساك. التمر كمان مصدر طبيعي للفوليك أسيد اللي كل الحوامل بتاخده في أول 3 شهور. فايدة الفوليك أسيد إنه بيحمي من تشوهات القناة العصبية اللي ممكن تصيب البيبي بتاعك. كمان مصدر غني لفيتامين كاف اللي بيساعد البيبي إن هو يبني عظام وعضلات قوية. التمر مصدر مهم جدا للحديد. حواملنا الجمال اللي مش بياخدوا الحديد بتاعهم، لو مش بتاخد الحديد بتاعك عوضيه حتى بالتمر. انتوا عارفين نفسكم كويس. فأكلك للتمر هيساعدك على حمايتك من الأنيميا. عايزة فوائد كمان؟ التمر مصدر غني للبوتاسيوم اللي بيساعد على استرخاء الأوعية الدموية وهيقلل ضغط الدم بتاعك. السؤال المهم دلوقتي، هل في احتياطات للحامل وهي بتاكل التمر؟ التمر مش بس أكل صحي ومغذي، لكن كمان آمن جدا في حملك، ومفيش أي دليل قال إن التمر ليه تأثير مضر عليك. التمر أثبت إنه مش بيحفز الولادة أو أي انقباضات للرحم، بس ممكن التمر يسهل الولادة. هقولك إزاي. في دراسات اتعملت في سنة 2011، جابوا 69 حامل، خلوهم ياكلوا 6 تمرات يوميا لمدة 4 أسابيع من أول الشهر التاسع ولحد ميعاد ولادتهم، وقارنوا الحوامل دول ب45 حامل ما كانوش تمر خالص. المجموعتين دول بدأ يتشاف فيهم تأثير التمر عليهم وعلى الولادة، والنتيجة الجميلة إن المجموعة اللي أكلت التمر كان ولادتهم أقصر في الوقت وأسهل، وما احتاجوش تحفيز للولادة مقارنة بالجروب التاني اللي ما أكلش تمر. وده دليل إن التمر بيساعد إن الولادة تكون سهلة. وده اتأكد في دراسة كمان اتعملت، إن الكل اللي أكل تمر أثناء حملها احتاجت تدخل طبي أقل من اللي ما أكلتش تمر. طيب طلعنا بإيه من كل ده؟ تمر مغذي ليكي لأن فيه سكريات، ألياف طبيعية، حديد، فيتامينات ومعادن، وإن أكل التمر مش بيسبب طلق أو ولادة، ولكن لو أكلتيه هيسهل ولادتك الطبيعية. كل تمر وما تخافيش. أنا خلصت، شكرا ليكي.